السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي، برحب بكل اللي بيتابعونا على قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل سويس رول، هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا جدا. هنعمله من بواقي الكيك اللي عندنا او تورتة او اي كيك عندك. هيبقى بطريقة سهلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين دي كيكة عندي او بواقي كيك بالكاكاو. هحط عليه شوية صوص شوكولاتة بالشكل ده. تمام، مش حابة صوص شوكولاتة ممكن تحط عليه شوية لبن براحتك. ماشي، هنطريه خالص بحيث ان احنا يبقى معايا شبه العجينة، متماسك جدا جدا، اقدر اشكله بالشكل ده. خلاص بقى طري جدا معايا وبقى متماسك جدا. خلاص هجيب استرتش او كيس تلاجة افرده على الرخامة بتاعتي، وهنزل بالكيك اللي انا عملته اللي هو بالشوكولاتة. طبعا مش لازم يكون بالكاكاو، واي بواقي كيكه عندك حسب ما تكون يعني. هتحط عليها صوص شوكولاته او شوكولاته سايحه وهنعملها بالشكل ده. خلاص هنحط عليها كيس كده وهنبتدي نفردها رقيق جدا كأنك بتفردي اي عجينه. خلاص سمك بسيط خالص، اقل من نص سنتي او نص سنتي. خلاص بالشكل ده معايا زي ما انتم شايفين قوامها ناعم خالص بالشكل ده. وهنكون مجهزه كريم شانتيه او كريم شوكولاته زي ما انت عايزه خالص. هنفردها في النص، الحشو براحتك. خلاص وهتحشيها بقى ايه، فراوله، قطع فاكهه، متحشيهاش خالص، قطع شوكولاته، اي حاجه. دي حاجه حلوه وسريعه، وبتعمليها ببواقي الكيك عندك بدل ما ترميه. لا احنا هنعمل بيه حاجه حلوه وفي نفس الوقت هيظهر بشكل لطيف بالشكل ده. افردها كويس بحيث ان هي عشان ما تكونش مكلكع معايا، هحاول اسويها على قد ما اقدر. خلاص كده هحط شويه شوكولاته شيبس. خلاص بالشكل ده، وهنبتدي بقى ايه نلفها مع بعض، ناخد بالنا من اللفه. هنلفها بطريقه بسيطه بس نركز شويه. انا همسك الاسترتش او الكيس وهتني كده وهرجع تاني. تمام، واتني بالشكل ده اهو بالكيس. انا ماسكه الاسترتش في ايدي وبتني بيه. هفضل الف كده الرول لحد ما اخلص السويس رول كله. تمام، طريقته سهله جدا جدا جدا، مفيهوش اي حاجه. واعتبر انا عملت اعاده تدوير للكيك، بواقي الكيك اللي عندي، بدل ما كنت هرميه او كده او كان هيبوظ مني، لا عملت بيه حاجه حلوه. خلاص كده انا خلصت، واحطه في التلاجة او في الفريزر ساعتين على الاقل. تمام كده. مسك معايا تمام، وقطعته نصين، وهبتدي انزل بصوص شوكولاته عليه. التزيين ده براحتك، اعملي زي ما انت عايزه، شكل جمالي اللي تحبيه عشان يبقى شكله حلو كده قدام ولادك وقدام ضيوفك. تمام، عملت صوص شوكولاته اهوت. انتي ليك مطلق الحريه، كريم شانتيه، اي حاجه، سكر بودره، اللي يعجبك. خلاص كده يعتبر سويس رول كده خلص معايا. هبتدي اعمل له وردات كريم شانتيه برضو صغيره كده، نوع من انواع التزيين، ويحط على كرز او قطع شوكولاته اللي بيحبوا شوكولاته، وهيبقى شكلها لطيف وظريف كده، وطعمها طبعا جميل، مش عايزه اقول لكم بيدوب في البق. حاجه حلوه وجميله جدا، وتكلفتها بسيطه خالص. انا لو راح اشتري السويس رول ده من بره هيبقى غالي جدا. لا انا عاملاه في البيت يعتبر ببلاش، حاجه كده بسيطه خالص، ما كلفتناش حاجه. تمام، بألف هنا وبألف شفا يا رب. وارجو تكون الحلقه عجبتكم يا رب وان شاء الله. ولو اول مره تشوفونا اعملوا لنا سبسكرايب او اشتراك من على اليوتيوب، ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.